こんなことになっている。佐藤か。今は授業中のはずだが、薬を取ってきてくれないか。はい。他のがないか探してみます。今変な声が聞こえたけど、体調はどう？さっきよりはだいぶ。佐藤、すみません。風が移っちゃうぞ。何をする？今の先生を見て気がついてしまいました。ساتو كان مجرد شاب صايع ملوش لازمة وملوش في أي حاجة لحد ما شقلب حياة أقوى وأجمد مدرسة في المدرسة. دلوقتي هي بتخليه يستناها بعد الحصص علشان تديله دروس خصوصية من نوع خاص كل يوم، بس طبعا لازم يخبوا علاقتهم دي عن الكل. الموضوع بدأ لما ساتو كان رايح الحمام يعمل زي الناس، وفجأة لقى نفسه محشور في نفس الحمام مع المدرسة الجميلة جدا والقمر بتاعتهم، ودي اسمها كانا شرحت له إنها دخلت هنا بس علشان حمام السيدات كان بيتنظف. بعد ما أمرته يطلع بره قعد يعافر في القفل ومش عارف يفتحه، وبدأ يترعب على حياته لأن المدرسة كلها عارفة إن كانا دي شديدة وعصبية جدا. لما سألته هو ليه بيختبر صبرها قال لها إن القفل بايظ ومش عايز يفتح، وفجأة سمعوا أصوات قريبة فساتو حس بالراحة إن في حد جاي ينقذه، بس كانا فجأة شدته وقالت له إنهم هيتمسكوا ويتعمل لهم محضر لو حد سمع إنهم مع بعض في المكان ده. ساتو أول ما حس إنه قريب منها للدرجة دي اعتذر وحاول يقوم، بس هي قالت له يتحرك بالراحة علشان الموقف محرج وهي مش قادرة تتحمل أكتر. بعد ما ابتعد عنها أخيرا ساتو حاول ياخد نفسه أخيرا بسبب الموقف، بس فجأة كورة خبطت في الشباك وده خلى كانا تفقد السيطرة تماما وتقع على ساتو. بعد ثواني حاولت تضرب ساتو بالقلم علشان هو كان حاسس بارتباكها وكان مبسوط بالحوار، بس هو مسك ايدها بسرعة وقال لها انه هو كمان فقد السيطرة على نفسه من كتر التوتر. بعد أسبوع ساتو قرر يروح العيادة علشان يزوغ من الحصة كالعادة، ولما وصل اتفاجئ بكانا هناك تاني، ولما سألته لو كان تعبان ادعى ان رجله اتلوت ومحتاج يرتاح. كانا قالت له انها فجأة حست بسخونية ومش قادرة تبطل عرق، وهي بتشرح ساتو سرح وتنح في ملامحها الفاتنة وهي تعبانة. في اللحظة دي طلبت منه يجيب لها دواء، فراح يدور في الدولاب واتخض لما لقى علاج طبي ما تتمنوش لحد في حياتك. فحاول ساتو يرجعه مكانه بهدوء من غير ما حد يحس، بس كانا قالت له مفيش مفر ولازم يساعدها لأن مفيش علاج تاني ورجاته يخلص بسرعة. أول ما اداها ده علاج مدرسة تانية اسمها مايو دخلت تطمن عليها، فكانا حشرت ساتو تحت الملايات معاها. كانا قعدت تشرح لمايو هي حاسة بإيه، وساتو كان بيقاوم انجذابه الشديد ليها وهي قريبة منه في الموقف المحرج ده. بعد ما مايو مشيت كانا ورته جانب حنين هو ما كانش يعرفه وشكرته على مساعدته. تاني يوم ساتو هو كمان جات له سخونية، ولما كانا راحت تعتذر له إنها عادته اتعصبت جدا لما عرفت إنه كان بيكذب ومش تعبان علشان يزوغ، فقررت تعاقبه بطريقة قوية تخليه يحس بالندم. بعد كام يوم ساتو لقى نفسه محشور تاني مع المدرسة الجميلة في مغسلة بيتفتح بالعملات. بعد ما بص كويس وعرف إن أفكاره مش هتصمت قدام جمالها اقترح تستخدم المجسف، بس كانت اتعصبت وسألته لو كان بس عاوز ينظر ليها وهي ملابسها مبلولة. على طول عرض عليها قميصه علشان يثبت ليها إن نيته صافية، بس حتى بعد ما لبسته عرف إن قوامها المثالي بيبقى روعة في أي حاجة تلبسها. وهو بيحاول يسيطر على أفكاره الرعد زاد وساتو لقى كان مكومة على نفسها من الخوف. سألها لو كانت خايفة، حاولت تنكر، بس بعد خبطة رعد جامدة مسكت ايد ساتو علشان تحس بالأمان، وما كانتش واخدة بالها إنها ملتصقة بيه تماما. وزيادة في النحس الكهرباء قطعت بسبب العاصفة. قرروا يدوروا على لوحة المفاتيح، لقوها في مكان عالي فكانت طلعت على كتف ساتو علشان تطولها. وبينما هو بيطمن إنها قربت ساتو أخد نظرة خاطفة لجمالها وكان هيقع بيها. هي كمان اتخضت من الرعد ولبست في الرف، وإزازة مسحوق غسيل لزج دلقت على ملابسها كله. ساتو حاول يقوم ويسند ظهرها، بس وهو بيحاول يمسكها لمس مكان بالغلط. شال إيده بسرعة وقعد يهز دماغه علشان يشيل الأفكار المشوشة، وما كانش عارف إنه بيلمس حاجات مش بتاعته. بعد دقايق قررت تبدل معاه الأماكن وطنشت محاولاته للهروب لحد ما فقد السيطرة تماما عند رقبتها. بعد كام يوم ساتو اتصدم لما لقى كان عنده في البيت مع أخته. شرحت ليه إن أم صاحبتها من زمان وطلبت منها تاخد بالها من شيو. ساتو اعترف إنه متفاجئ إنها عارفة تتعامل مع طفلة صغيرة زي شيو، لأن كل اللي في المدرسة فاكرينها شخصية حادة جدا. ادعت إنها شاطرة جدا مع البشر الصغيرين وشالت شيو علشان تثبت ده، بس شيو قعدت تصوت بأعلى صوت فساتو هو اللي شالها. كان اعترفت إنها فاشلة مع الصغيرين وقالت إنها عمرها ما هتقدر تحقق رغبة أهلها إنهم يبقوا جدود. ساتو لما سمع كده سألها لو كان عندها نوع مفضل من الرجالة. كان قعدت ترص كل الصفات اللي فيه هو. بعد كده استوعبت اللي عملته وقالت بسرعة إنها مش عاوزة الارتباط بيه دلوقتي.
علشان يهربوا من الإحراج اقترح يلعبوا مع شيو في المية لأنها بتحبها. بعد دقايق كان دخلت الحمام الصغير مع شيو وسألت ساتو ليه مش عاوز يدخل. ادعى إنه ملوش مزاج، بس في الحقيقة هو مش عاوز يقرب من جمالها الفاتن. لما لاحظت إنه بيبص واتكسفت قعد يخبط راسه في الحيطة علشان يسيطر على أفكاره المندفعة. في اللحظة دي شيو شدت غطاء ملابس كانا وهي بتحاول تغطيهم، كان زقتها غصب عنها بره الحمام. لحسن الحظ هي وساتو لحقوها، بس لبسوا في بعض وحصل تلامس محرج جدا بالغلط. وهما بيبعدوا محرجين كان شافت حاجة ما شافتهاش من زمان، وشيو قربت منها ببراءة. ساتو حاول يبعدها بس كان وقفته وقالت ده دليل إنها ممكن تبقى أم حنونة. بعد ساعات أم ساتو ساكي رجعت وشكرت كانا واقترحت إنها تخرج مع ساتو بما إنها مش لاقية راجل مناسب. بعد أسابيع ساتو كان بيحاول يستمتع بالراحة في مكانه الخاص في البيت، لقى كانا بتلم هدومه بنفس النظرة الباردة. سألها ليه عمره ما بينظف ورا نفسه، وشرحت إن ساكي عزمتها ودخلتها غصب. في اللحظة دي ساكي وصلت مع شيو، فكان حاولت تزهقها بس ساكي سيطرت على غضبها وقالت لازم يحتفلوا لأنها أخيرا لقت شقة جديدة تنقل فيها. بس بعد أول كأس من المشروب كان فقدت توازنها، وساكي قالت لساتو إنها طول عمرها ضعيفة في التحمل. كان ورتها ألبوم صور وساكي قررت تتفرج عليه، وورت ساتو صورة من أيام ما كانوا زميلات دراسة. ساتو بص لصورة كانا وحاول يفتكر هو شافها فين قبل كده، بس كانا شاورت على صورة ولد صغير وقالت إن ده السبب اللي خلاها تطارد حلمها وتبقى مدرسة. من سنين كتير كانت لسه متخرجة ومقتنعة إنها عمرها ما هتبقى مدرسة ناجحة لأن مهارات التواصل عندها معدومة وعندها قلق اجتماعي مزمن. وهي ماشية جنب كوبري ومستسلمة لقدرها، ولد متهور نط فجأة في المية، فنطت وراه ونظفته عندها في البيت. وبعد ما شكرها شرح لها إنه بيعمل أي حاجة علشان يبقى شخص مسؤول أكتر. لما سمعت كده تمنت لو كان نجح فعلا علشان تختبر قدرتها على التعامل معاه، بس هو قال إنها ممتازة بما إنهم بيتكلموا طول الوقت ده، وقال لها إنها لازم تاخد خطوة جريئة لو عاوزة تحقق أحلامها. وهي عمالة تحكي هو قد إيه كان شخص عظيم، ساكي بصت في الألبوم وقالت لكانا إن البطل بتاعها هو ساتو نفسه. بعد ما حضنته وقالت إنها طول عمرها عاوزة تشكره، ساكي شدتها على جنب وادتها نصايح لجذب اهتمامه أكتر، وقالت لساتو يتأكد إنه يكون راجل ويخلص موضوعه معاها علشان كانت تبقى من العيلة رسميا. أول ما مشيت مع شيو كان حضنت ساتو تاني وقالت إنها كانت مستنية الفرصة تشكره. هو قال لها ما تقلقيش، بس هي مسكت مجلاته الخاصة علشان تعرف إيه الاهتمامات الجريئة اللي هو بيحبها. بعد كده رمت المجلة وقالت إنها مش هتقدر تستحمل التصرفات المبالغ فيها دي، وقعدت على السرير وعرضت عليه اهتمامها بدل المجلات. ساتو رفض تاني بس هي اقتربت منه جدا وصممت لحد ما سمع شيو داخله. وفي محاولة يأسى يحمي براءة شيو، ساتو قرر يقرب من كانا أكتر لتهدئته، بس في آخر لحظة تردد لأن العلاقة مع مدرسته ممكن تبوظ سمعتها. بعد كده كانا قبلته وقالت له يناديها أختي الكبيرة لما يبقوا بره المدرسة. تاني يوم في المدرسة ساتو نسي التعليمات وناداها أختي الكبيرة قدام الكل، ففقدت أعصابها وانفعلت عليه قبل ما تستخبى في ركن علشان تعبر عن مشاعرها الحقيقية. بعد أسابيع ساتو كان متحمس يسافر مع أمه لشاطئ جميل علشان مناسبة صاحبتها، بس كالعادة لقى كانا هناك وسأل ساكي ليه. بعد ما فكرت ساتو إن أبوه ما كانش قادر يسافر، ساكي قالت له يتبسط لأنه أخيراً هيقدر يرتبط بيها رسمياً. ولما ادعت إن كان عندها مشاعر له، ساتو ارتبك جدا وبقى مش مصدق، فساكي خدت شيو وقالت له يقضي وقت أكتر مع كانا. بعد شوية كانا خدته المكان خاص على الشاطئ، وهي بتقعد هو سرح في خيالاته وأقنع نفسه إنها مش بتحبه. في اللحظة دي طلبت منه يحط لها كريم شمس وبدأت ترغي عن جمال الجو. وهو بيدلك ظهرها ساتو انفصل عن الواقع وفضل يفتكر كل المرات اللي لمح فيها مشاعرها لحد ما هي اعترفت بالغلط إنها بتحبه. اترعبت وحاولت تلفله، بس هو انتهى بيه الحال في موقف محرج جدا نتيجة الاصطدام. قالت له يعمل نفسه ما سمعش ونطت في المية تدارك سوفها، وفجأة قعدت تصوت علشان يلحقها لأن رجلها شنجت. فجأة حست بعضة وقالت له لحد ما شافوا لافتة بتحذر من تعابين البحر. كان خافت على حياتها، فساتو عرض يشفط السم وسألها العضة فين. شاورت على مكان حساس جدا، رغم انه خايف ساتو حاول يساعدها بحنان وقعد يشفط السم لحد ما فقدت السيطرة من الإرهاق وأغمى عليها. بعد كده قابلوا ساكي اللي قعدت تتريق على ساتو وجريت على مكان الفرح. وهم رايحين كان شكرت ساتو تاني وقالت انهم كان لازم يقضوا وقت أمتع مع بعض. اقترح يرجعوا بعد الفرح، بس كان فهمت ده انه عاوز يرتبط بيها فورا واتعصبت. بعد أيام رجعوا البيت وهي بتتغدى مع مايو، كان حكت لها عن الرحلة بس خبت اللي حصل مع ساتو. وفجأة جالها مكالمة منه وهي سرحانة وبتتكلم معاه. مايو بدأت تحلم بسوزوكي. تاني يوم في الغدا سوزوكي اتصدم لما ساتو قال له إن كان بقت صاحبته رسميا، بس هو كان متضايق أكتر إن ساتو مش هيتغدى معاه، وفكروا إن كل الطلاب بيخافوا من منظره.
ساتو فكر سوزوكي إنه هيتخرج قريب واتمنى له الحظ في حياته الاجتماعية وجري يقابل كانا. سوزوكي استسلم لقدره إنه يعيش لوحده، بس فجأة مايو ظهرت وسألته لو عاوز يتغدوا سوا. بعد ما اتأكد إن ده مش تهيؤات سألها لو كانت راضية عن وشه، فمسكت إيده وقالت إنها عمرها ما هتخاف جنبه. بعد شوية بصت على غداه ومدحت مهاراته في الطبخ، وقالت إنها بتحب تجرب أكلات جديدة، واقترحت يبدلوا الأكل وحاولت تأكله بإيدها. لما عرفت إنه بس عاوزها تحط الأكل في طبقه، مايو ارتبكت وحاولت تشرح إن مساعدة الطلاب حاجة طبيعية. في اللحظة دي اتزحلقت، وبعد ما ملابسها اتضررت وهو بيحاول ينقذها، سوزوكي اعتذر وحاول يقومها. لما اشتكت إنها محشورة شالها من المية، بس فتح المية بالغلط فملابسها اتبلت تماماً. اعتذر واداها القميص بتاعه لأن هدومها غرقت. بعد ساعات كان لاحظت إنها لابسة القميص طول اليوم، وسألت لو كان عندها مشاعر لسوزوكي. مايو أنكرت وقالت إن المدرسة مش لازم تعمل تصرفات غير لائقة مع طلابها، وده خلى كانا تندم على كل لحظاتها السرية مع ساتو. في اللحظة دي مايو شافت إن سوزوكي نسي كارت المواصلات في القميص، فجريت تلحقه في القطر، بس انتهى بيهم الحال ملتصقين ببعض بسبب الزحمة. مايو لاحظت إن قميصها اتحشر في الباب وحاولت تشده، بس حركة القطر خلتها ترتمي في حضن سوزوكي. بعد ما سيطر على أفكاره، سوزوكي طلب منها تبعد، بس رفضت وقالت إن ملابسها اتفتحت. وزيادة في المشاكل نسيت تلبس ملابسها الداخلية بعد اللي حصل في الغدا، فعرض يحميها بجاكيتته. وفي حركة تانية للقطر اصطدمت بالباب. لما عرف إنه مش قادر يرجع لورا أكتر، سوزوكي عرض يساعدها في إغلاق ملابسها، بس بعد أول كام زرار لمس مناطق وفضل يحاول يقفلهم لحد ما هي تعبت من الموقف. بعد كده وصلوا المحطة، بس الضابط لاحظ ملابس مايو المكرمشة وسأل لو سوزوكي كان بيضايقها. هو قال لأ، بس الضابط شك أكتر، فمايو مسكت ذراعه وقالت إنهم مع بعض. لما شافت وش سوزوكي المصدوم قالت له يمثل معاها علشان الضابط يمشي، بس سوزوكي اقتنع إنها بس بتحاول تنقذه، فقال لها تبطل تمثيل وقال إنه قادر يواجه أي حاجة تحصل. ده خلى مشاعرها تتلخبط وافتكرت إنه مش طايق الارتباط بيها. بعد أيام سوزوكي لقى نفسه في موقف صعب، والناس بيبصوله بتعجب وهو بيشتري مجموعتين حظ للصغيرين. في اللحظة دي سمع صوت عارفه وشاف مايو اللي كانت جاية تشتري نفس المجموعة. مشيوا للبيت مع بعض وشرح لها إنهم لإخواته. بعد ما مايو اعترفت إنها بتحبهم جدا، سوزوكي لاحظ إنها بيتمطر واحتار يرجعوا إزاي من غير ما يغرقوا. لحسن الحظ إخواته سوزو ورايز معاهم شمسية، فطلب من مايو تمشي معاهم. مايو حاولت تخبي فرحتها وهي جنبه، وهو عمال يعنف إخواته علشان بيلعبوا في المطر. بعد ما اعتذر على الإزعاج طلبوا يشوفوا لعب الحظ، بس رفض وقال يستنوا للبيت. طبعا طنشوه وفتحوها. راي اتبسط باللعبة، بس سوزو اتعصبت لما لقت سمكة ذهبية. مايو عرضت تبدل معاهم لأن معاها لعبة تانية، فسوزو رمت السمكة في الهواء من الفرحة، وفي اللحظة دي السمكة نزلت في ملابس مايو وفضلت ترفرف في مكان محرج. مايو حاولت تخبي ارتباكها ومستنية تقع، ومش بس كده، سوزو حضنتها بقوة تشكرها، وده خلى الموقف يبقى أصعب على مايو. في اللحظة دي راي شاف عربية نقل جاية، فسوزوكي شدهم لبره الطريق ووطى بالشمسية يغطي مايو، بس بالغلط لمس مكان حساس بالشمسية وقعد يهزها علشان يقاوم الريح، ومايو بيقاوم انفعالها من الموقف. بعد ما العربية مشيت سوزوكي حاول يطمن عليها وجريت علشان ما يلاحظش احمرار وشها. بعد ساعات أختها سيا دخلت عليها وهي بتستحمى وسألت ليه لسه بتشتري لعب حظ في سنها ده، بس مايو صممت إنها لعبة مسلية وبدأت تستمتع بوقتها. بعد يومين ساتو راح لمكان سهر علشان يروح كانا لأنها تعبت جدا من الشرب. بعد ما شكر مايو مشي وساب مايو تسأل نفسها لو هتلاقي حد يهتم بيها زي ما ساتو عمل. بعد كده سرحت في ذكرى يوم امتحان المدرسين. علشان تهرب من الزحمة قررت تجري للمدرسة، بس بعد ما تعبلت وحدائها اتكسر استسلمت وافتكرت إن حلمها ضاع. في اللحظة دي شافت وش سوزوكي لأول مرة وارتعبت قبل ما تعرف إنه بس عاوز يساعد. بعد ما شرحت له شالها على ظهره وفضل يجري بيها بين الشوارع. في اللحظة دي مايو عرفت إن شخصيته طيبة، بس سرعته خلت ملابسها تتمزق، وزيادة في المشاكل حصل تلامس محرج وهو طالع السلالم بسرعة. بس لحسن الحظ وصل المدرسة في الوقت المناسب. شكرته واعتذرت، بس قال لها مفيش مشكلة وجري قبل ما تسأله عن اسمه. بعد ما فاقت من الذكريات لقت سوزوكي هو اللي شايلها. سألته عارف مكانها منين، شرح إن ساتو كلمه. مايو حست إنها فرصة تقوله مشاعرها، بس خافت في آخر لحظة وشكرته بس. بعد أسابيع مايو، سيا وسوزوكي راحوا مدرسة تانية يخططوا للمهرجان، وبعد ما عرفوا نفسهم لعضو اتحاد طلاب اسمه تاكاشي اعتذر ليهم عن تأخير المسؤولة بتاعته. في اللحظة دي هيكاري دخلت وحضنته وبصت للبنات وسألت لو كانوا نوعه المفضل. تاكاشي حاول يسكتها بس قعدت تتريق وقالت إن مايو ممكن تبقى مناسبة لحاجته الصغيرة. بعد المدرسة تاكاشي رجع البيت وقرر يعمل خطة المهرجان لوحده لأن هيكاري مستهترة ومش بتاخد حاجة جد. بس أول ما دخل شقته رحبت بيه وقالت إن الدفاية عندها باظت وقررت تنقل عنده.
طلب منها تمشي بس طنشت وشدته لمدافعها علشان تدفى. بعد ما عافر وفشل استسلم لقدره لأنها بيتعاملوا كأنه دب لعبة من يوم ما سكنوا جنب بعض. بعد دقايق مسكتها ارتخت فشد نفسه واكتشف إن قوتها خلت غطاء المدافع يتفتح. بعد ما سيطر على الشياطين وحاول يصلحه مسكته تاني، بس المرة دي انتهى بيه الحال وبقه مليان ملك. وهو بيعافر أفكاره القذرة سيطرت وقعد يشرب لحد ما صحيت ومسكته متلبس. حاول يعتذر بس طبطبت على راسه وعملت نفسها مش متضايقة وقالت رايحة تعمل أكل. بعد ما مشيت تاكاشي حس بالراحة وشكر ربه إنها عدتها، بس هيكاري بره بدأت تتهبل وقررت تعمل حاجة في علاقتهم لأنه ممكن يشقلبها لو فضلت تعامله كأنه ولد صغير. تاني يوم راحوا المحل مع بعض، وبعد ما شافوا اللعب اللي كانوا بيحبوها تاكاشي اتفاجئ إنها بنت ذوق، بس هيكاري قالت له إن الغرض من المحل إنه يساعدها في لبس الكبار. تاكاشي حس بالشر وحاول يمشي بس مسكته وجريت على محل ملابس داخلية وقالت له يختار لها مجموعة جديدة. لما سأل ليه فكرته إن مدافعها كبروا عن اللي عندها وجريت تقيس علشان يختار. تاكاشي بص حواليه ولقى البنات خايفين من المتحرش الصغير اللي بيتفرج، فمسك أقرب مجموعة واداها لهيكاري. اتفاجئت من السرعة، بس بعد ما شافت المجموعة اتصدمت واقتنعت إن تاكاشي منحرف وملوش ملة، وبدل ما تطلع تعاتبه قررت تشوف لأي مدى هيوصل ولبست المجموعة المكشوفة. اتكسفت من منظرها وفكرت تغير، بس تاكاشي سألها لو خلصت. أول ما قالت مسك إيدها وجري وهو مغمض عينه علشان ما يبصش للبنات. هيكاري حاولت تشرح إنها مكشوفة جدا بس رفض يسمع، مفتكر إنها بس بتتريق. عند السلم الكهربائي وقف وحاول يحكي لها عن المهرجان، بس لما لف شاف مدافعها بيتمرجحوا في الهوا وتصنم. طلبت منه يقفل السوست علشان هي ماسكاها من ورا، وهو بيعافر يعديها من الجرادل شدته لورا واتحشروا في السياج. بعد دقايق من الأصوات السعيدة راحوا مطعم وتاكاشي اعتذر على إهماله. هيكاري وعدته إنها هتدفعه التمن، بس بعد ما بوزت شوية حضنته وقالت عمرها ما تزعل منه على حاجة تافهة. سابته تجيب مشروبات وهو قعد يسأل نفسه ليه بيتمثل إن الموضوع عادي مع إن وشها كان بيقول إنها ميتة في الدخلة. رجعت بمشروب غريب وقعدت تأكله غصب، فقرر يقتنع إن اللي حصل كان فلتة. بعد أيام المدرسة طلعت رحلة تسلق جبال، بس والكل متحمس تاكاشي حاول يتهرب من هيكاري لأنه مش عارف يشيل مدافعها من دماغه. لما لقيته سألته ماله اتزحلق فمسكت إيده تنقذه. للأسف وزنهم خلى الفرع يتكسر ووقعوا في سيل وانتهى بيهم الحال في كهف. تاكاشي حاول يدفى وهيكاري بصت للمطر وسألت تاني ليه بيتصرف غريب. لما افتكرت انه بيتعب من السقعة سألته لو كويس ولقيته بدأ يدخل في مرحلة تجمد. مفيش طريقة تدفيه غير المستحيل، فقالت له يحضنها ومن غير تردد حط راسه بين مخدات، بس حتى وهو دافي داخ وطلب مية. حاولت تجيب أزازة بس شاف نقطة نازلة على مدافعها وبدأ يشربها من غير ما يحس. علشان توقفه حاولت تدلق شاي بس اتدلق على مدافع القصة وبدأ يشرب من المصدر على طول. لما وصل للنافورة حاولت توقفه بس عطشه كان أقوى. بعد شوية نظفته وطبطبت عليه وهو نايم على رجلها. في اللحظة دي عرف إنه كان مقفور لأنها طول عمرها عاوزة تاخد بالها منه. بعد ما افتكر كل المرات اللي عالجته فيها شكرها واعترف إنه بيحبها ونام. هيكاري حاولت تصحيه. على الأسبوع اللي بعده المهرجان بدأ، وكالعادة سوزوكي لقى نفسه في مازق لأن مايو عزمته علشان يبقوا مع بعض. لما اعتذرت إنها قالت له متأخر مثل إن الموضوع عادي، وسألته ليه لابسة زي الطلاب. قالت إن الطلاب هيحسوا بغرابة لو شافوا مدرسة، وسألته لو كان شكله وحش. بعد ما جاملها قابله هيكاري اللي قعدت تتريق وسألت مايو ليه هيمنة في بتاعه. مايو اترعبت ليكون سمع، بس هيكاري قلبت الموضوع للعبة عسكر وحرامية. بعد ما كلبشتها حشرتهم في فصل فاضي وقالت لسوزوكي فين المفاتيح، واقترحت يستغلوا الفرصة يعملوا اللي نفسهم فيه. أول ما مشيت سوزوكي حاول يلقى المفاتيح، ولما مايو سألته لو سمع هيكاري أنكر وهو هيتجنن لأنه سمع كل كلمة ومش عارف يبطل تفكير في إنها بتحبه. بعد ما مسك المفاتيح لف ليها واتخض، فالمفاتيح وقعت في قميصه وغطاء المدافع اتفتح. نطت لبره فحاول يلقى المفاتيح بسرعة بس قالت له يبطل يدور لأنها محشرة في كيكتها. لما تاكاشي ظهر فجأة عند الباب قالت المفر الوحيد إنه يجيبها وخلته يغمض عينه وهي توصف له، ورغم تعليماتها سوزوكي مسك جرادلها الأول فوجهت إيده لكيكتها. بعد ما جاب المفاتيح واداها طعم الجنة في السكة اعتذر على المشاكل، بس هي افتكرت إزاي بيساعدها وقالت عمرها ما تزعل منه. لما سمع كده فكرها بكل حوادث القذارة بتاعتهم علشان يتأكد إنها عارفة بيعتذر على إيه، وهي صممت إن مفيش مشكلة. وقبل ما تعترف بمشاعرها وهو مصدوم اتكسفت وجريت لبره. حاول يوقفها وشاف العشاق بيحبوا في بعض في الطريقة. تاني يوم بالليل تاكاشي وسيا صدموا لما لقوا هيكاري محشورة في خشب الأرضية في مبنى مدرسة قديم. قبل ده بدقايق مدرس طلب منهم يلفوا في المكان لأن في طلاب لسه بيحتفلوا. تاكاشي كان متحمس بس سيا كانت مقلقة علشان الدنيا ليل، بس وثقت في تاكاشي ومدحت رجولته وده خلاه يتحمس. وهما بيدردشوا هيكاري غارت لأن تاكاشي متحمس يتكلم مع سيا، ومن النفسنة قررت تجري في المبنى تخوفه، بس بعد ثواني وقعت من الأرضية واتحشرت. بعد ما اتأكدوا إنها كويسة سألوها هي هنا ليه،
اعترفت إنها كانت عاوزة تحرج تاكاشي علشان يبطل تمثيل الرجولة. رغم كده تاكاشي عداها بما إن محدش اتأذى، بس سيا شدت ياكيتو وقالت لازم ينادوا حد. وهم بيمشوا هيكاري غيرت تاني ومسكت رجله توقفه، بس تقلت عليه فوقعت هو كمان من الأرضية. لحسن الحظ نزل سليم، بس لما بص لفوق خد نظرة ملهاش تمن للمكان المكشوف، وسأل ليه هدومها ما وقعتش هي كمان. لما قال لها تنط شرحت إن فستانها اتحبل في الخشب وحاولت تفك نفسها، بس الهواء الساقع خلى مثانتها توصل للانفجار. في اللحظة دي تاكاشي قرر يقومها بإنه يزق رجلها، بس قالت له يبطل لأنها مش هتقدر تمسك نفسها. للأسف ما سمعش وفضل يحاول لحد ما صوتت وشرحت الموقف. أخيرا سمعها وجاب جردل بسرعة، بس راجته يبعد ملابسها علشان ما يغرقش. وأول ما فضت الحمولة في الجردل سيا رجعت مع سوزوكي وقعدوا يدوروا على مصدر المية، وهيكاري عمالة تشتتهم وتدعي مثانتها تفضى قبل ما يعرفوا. بعد كده سوزوكي خلح الأرضية وناقش الموضوع مع تاكاشي، وهيكاري اتكسفت وقررت تخلي تاكاشي يعملها على نفسه علشان يبقوا خالصين. وهي بتحاول تمسكه مشي مع سيا وسوزوكي، وده خلى قلبها المكسور يتقطع حتت. بعد كده واحد مجنون لابس لبس دب بدأ يهجم على المرتبطين في الطرقات. تاكاشي كان مع مايو بيتفرجوا على المهرجان، بس سيا ظهرت وقالت لهم عن الدب. مايو خافت على الطلاب، بس سيا شرحت ان كل العشاق اللي اتهاجم عليهم بقوا مبسوطين مع بعض بعدها، والنتيجه ان كل السنجل البائسين بقوا بيجروا ورا الدب مفتكرين انه السر للاقتراب من حبايبهم. سيا حاولت تشرح، بس مايو خلعت وجريت ورا الدب هي كمان. تاكاشي قلق لانه شك في مين اللي جوه الدب. بعد دقايق هيكاري دخلت غرفه الالعاب وقلعت الخوذه تتنفس. قعدت تسال نفسها ليه كله عاوز يمسكها، وافتكرت اللي تاكاشي عمله وازاي اتحول من عيل بيعتمد عليها لاستاذ في لفت الانتباه. في اللحظه دي دخل وسالها لو كويسه. اتصدمت وسالت عارف منين انها هي الدب المجنون. قال انه قلبه حس وحاول يمشي معاها، بس فوج من الاباء البائشين جري في الطريقه فشدته لجوه وقفلت الباب. اتاكدت انهم مشي ونهدت لتاكاشي ولقيته لبس جوه لبس الدب. تليفونها نور، ولما عرف ريحه الزفاره جايه منين سالها ليه لابسه الدب من غير ملابس داخليه. قالت ان الجو نار وحاولت تشده، بس الاحتكاك خلى مدافعها تقع على قوته. خد باله وقال لها تهدى لانه مش هيقدر يقاوم الملك وهو بيبص للمكان اللي بيحبها. هيكاري اتكسفت وقعدت تعافر لحد ما قوتها رمت تعويدتها على وشها. بعد دقايق سوزوكي وسيا انقذوهم، ولما تاكاشي حاول يمشي هيكاري شدته وقالت انه بيملكها للابد. في اللحظه دي مايو اللي كانت بتجري طول الوقت شافت تمثال وافتكرته الدب، حضنته واعترفت بحبها لسوزوكي، ولما بصت لفوق شافت وشه المصدوم. اعتذرت بس وقفها وقال انه معهوش فلوس يصرف على بنت زيها. زعلت بس سالها لو ترضى تصاحبه لحد ما يظبط دنيته ويتجوزها. لما اغمى عليها من الصدمه سيا سالته لو جراله حاجه، بس استغرب وسال مش هو ده المفروض اللي يحصل. بعد كده مدرسة تانية اسمها تشيزورو شافت هيكاري وتاكاشي ماسكين ايد بعض، وتمنيت تلاقي حد تقضي معاه وقت خاص في السر. بعد أيام في مطعم واحد بائس اسمه تاناكا سمع عن قصص حب ساتو وسوزوكي الممنوعة، واتفاجئ لأنه عمره ما صاحب في حياته، بس قرر ما يزعلش وقال إن المدرسات في مدرستهم طيبين. في اللحظة دي ساتو قال له إن تاكاشي كمان بيتدلع مع هيكاري. بعد ما استوعب تاناكا وعد إنه هيصاحب في خلال 3 شهور وجري يخبي دموعه. بعد كده الشغل في المطبخ زاد واقتنع إن الحب مستحيل، وحياته كلها بتلف حوالين الشغل وتقوية جسمه. وهو طالع يدلق زيت محروق تشيزورو ظهرت واتدلق عليها الزيت، فأخدها بسرعة لأوضة التبديل وعرض يجيب قميص جديد. لما قالت له ببرود إنها تفضل تشرب قهوة في هدوء بدل ما تسمع دوشته، قلبه اتجمد وافتكر ليه كله بيترعب يبقى معاها في نفس الأوضة. جاب القميص وقعد يستنى تاخده، بس فجأة قلعت القميص اللي بوزه وكشفت عن جراد الخلة اللي فاضل من دماغه يتحرق. اعتذر تاني وحاول يمشي بس اتزحلق في الزيت وقلع لها ملابسها بالغلط. تاني مدافعها وخلوا دماغه تهنج. طلبت منه يبعد بس هو بيحاول، رجله اتلوت ومسك في مدافعها كأنها مخدة علشان ما يقعش، وبدل ما تضربه سألته لو محتاج مساعدة في رجله، بس هو طنش وركز في الحركات البسيطة عند قمة مدافعها. ده خلاها تتفاعل وأخيرا خبت وشها وقالت له يبطل يبص. بعد كده دماغ تاناكا انفجرت، ولما لبست القميص اعتذر تاني. حاولت تساعده في رجله بس اتوتر وعرض يجيب لها بنطلون جديد كمان وخلع. تاني يوم في المدرسة تشيزورو طلبت المساعدة من هيكاري لأنها تعبت من لقب أكتر مدرسة مخيفة. هيكاري قالت إن مشكلتها في تعبير وشها، وهي بتبص في المراية هيكاري شرحت إنها لازم تلقى حد بيعبر عن نفسه بسهولة علشان تتعلم منه. في اللحظة دي تشيزورو افتكرت تاناكا وإزاي يعبر عن رغباته وقررت تستخدمه للتجربة. في آخر الأسبوع تاناكا اتصدم لما لقاها لابسة زي لطيف في صالته ومعاها كاميرا موجهة لوشه. شرحت مهمتها لتحسين حياتها الاجتماعية وقالت إنه الوحيد اللي ممكن تتعلم منه، بس هو قال إنه عاوز يعرف عنها هي الأول. وصلت الكاميرا بالشاشة ووريته فيديوهات لها وهي صغيرة وإزاي كانت بتكتب اسمها على أي حاجة ملكها. بعد كده شاف صورة كريسماس وحيدة لها وزعل. اعترفت إن الحياة بقت وحيدة من يوم ما سابت أهلها، ولما قالت إن الكريسماس ده أحسن بكتير دماغه الخوية افتكرت إنها بتحبه، بس فاق من أوهامه وعرض يساعدها تعمل فيديو تاني. في اللحظة دي شاف المكان المحظور على الشاشة واتهبل، والترابيزة اتهزت واتزحلقت إزازة وشروب. شيزورو نطت تلحق التورتة وانتهى بيها الحال وقعد على راسه، وفجأة واحدة من الأزايز فرقعت تحت المكان السعيد وطلعت تعبير وش جديدة. تاناكا شاف اسمها على ملابسها، سأل لو كانت بتكتب عليهم هم كمان، بس خبت وشها وقالت مش دلوقتي. بعد دقايق لبست شورت بتاعه واعتذر وشكرها إنها جت، ولما
ادت له هديه، جاب لها صندوق وقال انه كان شايله هديه لاول خروجه. فتحت الصندوق ولقت دب كبير، كتبت اسمها عليه وشكرته بضحكه ومشيت. وهو مصدوم لما شاف ان هديته هي ملابسها اللي كانت لابساها، هي استوعبت انها ادت له الهديه الغلط. بعد أسابيع في البحر، تاناكا ما كانش مصدق عينه لما تشيزورو ظهرت تقضي اليوم كله معاه. قبل ده بأيام كان بيوصلها للبيت كالعادة، بس المرة دي حست إنها لازم تشكره رغم إنه رفض. قالت له عن مسابقة وعدت تقسم المكسب معاها، ولعبت وكسبت تذاكر للمصيف. في الواقع هو لسه مش مصدق إنها وافقت تقضي يوم معاه لوحدهم، وأول ما بدأ يحس إنها ممكن تكون بتتحبه شدته المكان عند المية وقلعت علشان يعوموا. للأسف تاناكا شاور على لفتة ممنوع العوم فاتكسفت وجري يدور على حاجات تانية يعملوها. لقالها كابوريا تلعب بيها وحس بالذنب إنها مش هتقدر تنبسط في المية، بس شاف شنطتها هتغرق. في اللحظة دي وقعت في المية وضيعت ملابسها في السكة، بس هو ما يلاحظش ونط ينقذها. حاولت تقوله بس زقها لفوق وخد نظرة ملهاش تمن، ورغم كده زقها للشط. بس الكابوريا الفضولية قررت تمسك في جرادل الملك اللي نزلوا في وشه. لما مسكت واحدة تشيزورو وقعت على كتفه وطلبت المساعدة. حاول يشيل الكابوريا بس مسك البطيخة الغلط. بعد كده سألها لو ضاع منها حاجة، وهو بيشوف هدومها شاف مجلة عن أماكن الخروجات وسألها لو كانت مخططة لكل ده علشان ينبسط. لما اعترفت وقالت ما كانتش عاوزاه يزهق منها، اتوتر وقال إن عمره ما يزهق وهو معاها. ده خلت شيزورو تحس بتحسن وقرروا يرجعوا الفندق، بس تاناكا بدأ يحس إن قلبه مش راضي يبطل دق. بعد أيام من الخروجات قلبه بيفضل يدق كل ما يشوف وشها، فقرر يبطل تفكير ويمشي مع التيار. آخر ليلة في الرحلة خدته لطريق جبلي وقالت لازم يوصلوا لمكان عالي يشوفوا النجوم، بس فجأة بدأت تمطر فجريوا الكهف. وهم قاعدين تاناكا لاحظ إنها متضايقة. أول ما اشتكى رمت مدافعها على صدره تدفيه، بس التقل الزيادة خلاه يتزحلق. بعد ما وقعوا في حفرة انتهى بيهم الحال في وضع مثير. تاناكا حاول يطلع بس وقفته وشرحت إنهم دخلوا كهف فيه تشكلات صخرية. هو احتار، شرحت له قد إيه الصخور دي بتاخد وقت علشان تكبر ومش عاوزين يكسروها. في اللحظة دي بدأت تتحرك بالراحة فوق جسمه علشان تحمي الكهف، بس حشرت مدافعها في بقه بالغلط. بعد دقايق طلعوا سالمين. تشيزورو زعلت ان هم ما شافوش النجوم. في اللحظه دي ضوء القمر نور الكهف كله فقرروا يكتفوا بده. لما سالها ليه كانت نفسها تشوف النجوم قوي كده، شرحت ان نجم شهاب كانت هتبقى فرصه تتمنى ان شخص معين يقع في حبها. لما سمع كده تاناكا ضحك وقرر يعترف انه بيحبها، بس نسي يكتم صوته واتكسف لما ردت ببساطه ان الموضوع عادي. بس بعد ثواني من محاوله تخبيء مشاعرها غمضت عينه علشان ما يشوفش تعابير وشها دلوقتي. في عيد الحب السنة اللي بعدها تاناكا بدأ يفقد الأمل في الحب لأنه لسه ما خدش أي شوكولاتة من تشيزورو. لما تاكاشي دخل الفصل ووراه علبة الشوكولاتة اللي هيكاري عملتها له، تاناكا اتهبل بس قرر يستنى تشيزورو. بس بعد ساعات من الانتظار اقتنع إنها عمرها ما حبته، ولم هدومه ورايح البيت لقى عاصفة تلج بدأت. رغم كده خد المخاطرة ومشي. وهو خارج سمع خبطة جامدة وشاف جسم تشيزورو اتجمد من السقعة. خدها بسرعة لجوه يدفيها جنب الدفاية في أوضة المدرسين. لما عرفت إن هدومها مغرقة قررت تقلعها. تاناكا كان مستني تقلع قدامه عادي زي ما بيتعمل، بس المرة دي قالت له يبص الناحية التانية. بعد كده شاف علبة شوكولاتة وحاول يبص فيها بس خطفتها بسرعة. سألها لو هيكاري عملت لها واحدة هي كمان. حاولت تشرح بس السقعة زادت، فاقترح ياكلوا الشوكولاتة علشان يدفوا. لما عرضت تقسمها معاه قال لها ما تقلقيش هو لسه تمام. حاولت تاخد قطمة بس فجأة سيحت على جرادل الملك بتاعتها. في اللحظة دي تاناكا حاول يقرب بس زحلقة سريعة حدفت وشه في الشوكولاتة على طول. بعد ما أكلها كلها اعتذر بس قالت له ما يقلقش لأنها أصلا كانت شارياها له. شرحت إزاي هيكاري ساعدتها وعلشان كده العيلة بشبه بعض. وأكيد رجع الأمل لتاناكا وفكرها بيوم ما اعترف بحبه في الرحلة وقال إنه جاهز ينقل علاقتهم للمرحلة الجاية. للأسف رفضت فحاول يمشي على طول، بس بعد ما بص لبره قعد تاني وندم إنه فتح بقه، وهي قررت تستنى لحد ما يتخرج. بعد شهور أخيراً اتخرج وبالعافية مسك دموعه وهو بيقول كلمة التخرج لأنه ما خدش الرخصة الرجولة الكاملة وهو في المدرسة. في البيت بالليل اتفاجئ بساتو والباقي. ساتو شرح إنهم قرروا يطلعوا رحلة احتفالاً بتخرجه، وهم بيدردشوا البنات بدأوا يطبخوا، بس تشيزورو دلقت زبدة على هدومها بالغلط. هيكاري قالت لتاناكا يجيب لها هدوم نظيفة تبدل فيها. بعد شوية في أوضته باركت له، ولما حاول يشكرها بأدب قال لها يبطل يناديها يا مدرسة لأنه ما بقاش طالب دلوقتي. تاناكا اتكسف واقتنع إنها بتكرهه فجاب لها ملابس وخرج علشان تبدل، بس هي استوعبت إنه فهم غلط وقررت تقول له مشاعرها بعد ما تلبس. بعد ما شالت الهدوم الموسخة شافت صورة ليهم مع بعض وقررت تاخد خطوة، بس خبطت الصورة وقعت فنطت تلحقها. وفي اللحظة دي خيط صيد وقع هو كمان،
ولما تناكا دخل يطمن لقاها متعبلة وملزوقة في الباب. جري يجيب مقص. في اللحظة دي سمعت هيكاري وتاكاشي جايين الأوضة، وحاولت تشد الخيط بمكانها الخاص بدل إيدها زي الناس الطبيعية، وكالعادة طاقتها خلصت وافتكرت إنهم هيشوفوا كيتتها. بس تناكا نط في آخر لحظة وقفل الباب وبص بصة أسطورية للقصة. قص الخيط وحاول يمشي، بس حضنته واعترفت إنها عاوزة تصاحبه من شهور، بس ما كانتش قادرة علشان كان لسه طالب. بعد ما عيط من الفرحة خدها للصالة وبدأوا يخططوا للرحلة. بعد أيام العصافير كلهم طلعوا مواعيد غرامية علشان يحسنوا علاقتهم، وبعد رغي كتير تناكا خد شيزورو تحت الشجرة علشان يقضوا وقت خاص جدا، بس اتصدموا لما لقوا إن كل أصحابهم كان عندهم نفس الفكرة. وبالحركة دي يا صديقي الأوتاكو كل المدرسات لقوا نصهم التاني في أروع تويست ممكن تشوفه. تفتكر مين أجمد مدرسة فيهم في رأيك؟ وما تنساش يا بطل تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس علشان ما فاتكش أي حكاية جديدة. أشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.